اجي معايا نوجدوا واحد الكيكه ساهله كتذوب في الفم كتجي هشيشه بمكونات موجوده في كل بيت. عندنا 2 كيسان ديال الحليب، كنديروا معاهم ساشي ديال الفاني، وكنديروا معلقه ديال السكر سنيده، ومعلقه ونص ديال الكريم باتيسري. نقدروا نعوضوها بالنشا وصفر بيضه. كنخلطوا المكونات مزيان على فوق، كنديوهم فوق النار، نبقاو كنحركوا فوق النار باش ما تلصقش معنا الكريمه حتى كتعقد معنا، وكنديروها في شي طبسيل ونخليوها تبرد على جنب. هذه اول مرحله. من بعد كنجيبوا واحد البول، كنديروا فيه واحد البيضه، نص كاس ديال السكر، واحد ساشي ديال الفاني، وقبيصه ديال الملحه. كنضربوا المكونات مزيان بالضراب اليدوي او لا الكهربائي اللي كان متوفر عندنا. المهم عندنا حتى كيرجع الخليط كياخذ داك اللون الابيض. كنضربوا مزيان وكنبداو نزيدوا الزيت بشويه بشويه، وكناخذوا واحد نص كاس ديال الحليب او لا ياغورت. المهم نص كاس د الحليب كنديروا فيه واحد المعلقه صغيره ديال الخل باش على اتساع، كنديروها فيه باش كيروب لينا الحليب. كان عندك دانون تقدري ديري دانون، تستغني على الخل. نتوما كتشوفوا معايا حليب راه رايب عندي لانني زدت فيه واحد معلقه صغيره ديال الخل. صافي كنزولوا الضراب ديالنا وكنجيبوا الضراب اليدوي. هنايا تقطعت ليا اللقطه، كنديروا نص درت كاس ديال الطحين مغربل، وزدت له معلقه ديال الطحين، حيتاش على حسب الطحين، على حسب الخليط، على حسب الطحين تاع كل واحد. حنا عارفين بان كاين الحليب اللي كاين الطحين اللي كيتشرب وكاين اللي لا. زدت معاهم ساشيه ونص ديال الخميرات حمرين، وكنخلط المكونات كاملين مزيان. الا شفتوا هنايا راه الخليط راه كيجي معقود واحد شويه، باش كنزيد ليه واحد معلقه حتى المعلقه ونص ديال الماء، اي الماء عادي من الروبيني. غيبان لكم الخليط في الاخير كيفاش تيكون، كيجي بحال المهم بحال خليط الكيكه، كيجي شويه زايد عليه، يعني ثقيل عليه واحد شويه ماشي بزاف، هو كما كيبان لكم في الفيديو. كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان. كناخذوا واحد المول اللي كيكون من قبل مدهون عندنا ومدهون بالزيت، وكنرشوه بالطحين الطريقه العاديه. كنجيبوا ديك الكريمه ديالنا اللي كتكون ديجا اللي كتكون بردات، كنخلطوها مع بعض، كنخلطها مزيان غير بالمعلقه. صافي كنزلها على جنب. كنخوي الخليط ديالنا في هذاك المول اللي ديجا وجدناه من قبل. كنقادوه في المول ديالنا، وكناخذوا ديك الكريمه وكندخلوها في الخليط. كنزيدوها فوق من هذيك الكريم، من هذيك الكيكه ديالنا. في هذه المرحله كيكون عندنا الفران من قبل شاعل، كيكونوا شاعلين الفران ديالنا. انا عندي الفران غير ديال الغاز، كنشعلو من الفوق ومن التحت، كنخليه يسخن مزيان. بين ما وجدت الكيكه ديالي في هذا، وكنطفي على الفوق وكنخليه لتحت شاعل على المهل، يكون شاعل. العافيه تكون مهيله بزاف. صافي وكندخل الكيكه ديالي وكنخليها حتى كطيب، حتى كتبدا تذهب من التحت وكتنفخ كطيب. عاد كنشعل عليها من الفوق كتحمر، كنخليها حتى كتحمر. في هذه المرحله راه نقدروا قبل، يعني قبل ما ندخلوها، الا كان عندك الزبيب او لا ديريه. انايا بالنسبه ليا ملي خرجتها من الفران دهنتها بواحد شويه ديال العسل، ودرت ليها شويه ديال اللوز عندي مهرمش ومحمر. هانتي تشوفيها راه كتجي هشيشه بزاف وكتذوب في الفم. جربوها وردوا عليا الخبر. ما تنساوش
ديروا لايك وشير مع صحابكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. حتى الوصفه قادمه ان شاء الله. هنا راه نسيت ما قلت لكم البنات ما تقطعوهاش حتى تبرد.